السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم في فيديو جديد عن السلندر. طيب، احنا النهاردة هنتكلم امتى تغير السلندر. وطبعا في اسئلة بتدور في دماغ ناس كتير. طب انا دلوقتي المكنة بتاعتي عايزة نص عمرة، اركب كوباية ولا اغير السلندر كامل؟ بص يا باشا، انت دلوقتي لو حاجة الموتوسيكل بتاعك متوفرة في السوق، الافضل انك تغير السلندر كامل. طيب احنا بنخرط ليه؟ بنخرط على اساس يعني بالنسبة للخرط، يعني ده بيكون زي مسكن، بيكون وضع مؤقت. كويس كده، ما بيكونش حل جذري. الحل الجذري ان انا بجيب بستم بسلندر كامل، تمام، الكوباية بالسلندر بتاعها كامل، وبركب على طول. كويس كده. طيب ده في حالة لو الحاجة بتاعت المكنة متوفرة. طيب لو الحاجة بتاعت المكنة مش متوفرة، فاحنا في الحالة دي بنعمل ايه؟ بنخرط. فاحنا بنخرط علشان نمشي الدنيا، علشان مثلا السلندر بتاع المكنة دي مش موجود، فبالتالي انا هخرط. كويس كده. طيب احنا طبعا في النص عمرة لازم برضو نشيك على حاجات مهمة جدا. يعني عندك زي الشواكيش ديا لازم يتبص عليها في النص عمرة. لما تيجي تعمل ان شاء الله نص عمرة لازم برضو تبص على الشواكيش. يعني لو هتخرط وهتجيب كوباية زي دي كده وتخرطها كويس كده، فانت لازم اجباري تجيب شواكيش. يعني لو عندك الشواكيش دي فيها مشكلة، فالشواكيش دي لازم تتغير. فاحنا قلنا الافضل ان يتغير البستم بالسلندر كامل مادام الحاجة بتاعة الموتوسيكل متوفرة. اما في عدم توفر الحاجة، يعني بيبقى في مثلا مكن لسه نازل جديد، فبيبقى لسه ما توفرلوش مثلا قطع الغيار بتاعته، او مش متواجدة في السوق بشكل كبير، فاحنا في الحالة دي ممكن بس نخرج نمشي الدنيا. فطبعا بالنسبة للخرط، احنا يا جماعة بنلجأ للخرط ده في حالة واحدة بس، لو زي ما ذكرنا لو الحاجة بتاعت الموتوسيكل مش متوفرة، تمام، او لو احنا عايزين نمشي الدنيا ونخرط كده، بس ده بيكون وضع مؤقت، ما بيكونش حل جذري، وما بيكونش بنفس كفاءة السلندر كامل. ولازم يكون الحاجة اللي تخص الموتور، اي مسمار يخص الموتور، لازم تكون حاجة نضيفة وشركة نضيفة وحاجة اصلية. ليه بقى يا ريس؟ علشان خاطر حضرتك ما تجيش تعاني والميكانيكي برضو يعاني معاك، يعني الفني اللي هيشتغل لك عشان برضو ما يعانيش معاك، وانت برضو عشان فيما بعد ما تجيش تعاني، ما تبقاش لسه مركب حاجة من فترة قصيرة وتلاقيها تلفت. طب ده انا لسه مركبها، او انا لسه عامل نص عمرة، او فاحنا تجنبا للمشاكل دي احنا بنختار قطعة غيار نضيفة للموتور بالذات. يعني الموتور اهم حاجة يكون ليه قطع الغيار بتاعته نضيفة وكويسة. طبعا احنا عارفين ان مفيش حاجة خلع دلوقتي، تمام. الحاجة النضيفة بتبقى اصلية، بس اصلية تصنيع، مش اصلية ان هي خلع من موتوسيكل جديد. علشان بس ايه يعني نبقى فاهمين القصة دي.